السلام عليكم. خلينا كده نخش نطبق على طول. انا دلوقتي بالنسبه لي فتحت الماتلاب خلاص، فتحت بعد كده السيميولينك. بعد ما فتحت السيميولينك حطيته في باث معين وكتبت له الاسم بتاعه مثلا زي ما انت عايز بقى. احنا طبعا المفروض اتكلمنا قبل كده في السيميولينك الترم اللي فات، وعرفنا حبه بلوكات كده، عرفنا ازاي بنعمل ترانسفير فانكشن، عرفنا ازاي بنعمل حبه انبوتس، عرفنا ازاي ان احنا بنجيبهم. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنطبق على طول. انا هعتبر دلوقتي مثلا انا عندي سيستم في ترانسفير فانكشن مثلا معينه، والترانسفير فانكشن دي مثلا البارامترز بتاعتها مثلا في الباست واحد زي ما هي، وهعتبر ان البارامترز بتاعتي مثلا في المقام اس تربيع و2 اس و3. اس تربيع يعني 1 و2 اس، يبقى انا كده هحط الكوفيشنت بتاعها ب2، وبعد كده 3 يبقى انا هحط الكوفيشنت ب3. طب لو افترضنا ان انا عندي مثلا كان في سالب مثلا في الباست او المقام، هحط الاشاره بتاعته عادي. بس زي ما احنا قلنا كده، معظم المقام او الكاركترستيك ايكويشن بتاعه اي سيستم عموما في ترانسفير فانكشن في الغالب بتكون موجب زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب انا عملت ابلاي، هتلاقي ان هو ايه، ظهر عندي نوميريتور ودينوميريتور، فانا هكبر شويه بس كده بحيث ان ايه تبقى بالنسبه لي واضحه شويه. طيب ده كده بالنسبه لي هي الترانسفير فانكشن. لو افترضت دلوقتي ان انا عايز اجيب الانبوت والاوتبوت بتاعها، طيب انا هعرضها لايه؟ هعرضها مثلا لستيب انبوت، فانا هجيب بلوك عباره عن الستيب انبوت، ولما اجي اتك عليه دبل كليك كده زي ما احنا اتكلمنا، كان المفروض بيديني ستيب تايم بواحد، الانيشال فاليو المفروض بصفر، والفاينل فاليو المفروض بواحد. الستيب تايم بواحد يعني ايه؟ يعني المفروض ان الانبوت ده بالنسبه لي مع التايم بالمنظر ده، التايم بتاعي مثلا بيبدا مثلا من واحد واثنين وثلاثه لحد انفينيتي، هو من صفر لقيمه واحد. المفروض ان قيمه الايه الانبوت بتاعنا بكام؟ بصفر. وعند قيمه الواحد، لان الانبوت بتاعنا بقى قيمته بواحد، فاحنا عشان نسهل على نفسنا بدل ما نعمل الموضوع ده، ممكن على طول نعمل الستيب تايم بتاعنا يكون بزيرو، بحيث ان الايه الانبوت بتاعي يبقى على طول كده من صفر لما لا نهايه بالمنظر دوت قيمته بواحد. فانا هفترض دلوقتي ان انا حتى حاسبها على نفس الايه نفس البارامترز اللي مديها لي في الماتلاب، يعني نفس الايه نفس البارامترز اللي حاططها كده، وحاسبها زي ما هي عادي. طيب يبقى انا كده يعتبر معايا الستيب انبوت يعتبر التايم بتاعها بكام؟ بواحد. وهعتبر ان دوت بالنسبه لي كلوز لوب سيستم. فالكلوز لوب سيستم ده بالنسبه لنا اكيد هيبقى فيه اوتبوت، فانا عايز اعرف الاوتبوت ده شكل الريسبونس بتاعه هيبقى عامل ازاي. فاحنا المفروض كنا بنرسم ايه؟ كنا بنعمل السكوب بحيث ان هو يطلع لي الرسم بتاعنا. فانا هوصل السكوب كده بالاوتبوت، وانا عايزه كلوزد لوب، فيبقى انا يعتبر هقوم واخد كده سيجنال. السيجنال دي بعملها ازاي؟ بتتك كنترول وتقوم ساحب، هتلاقي ان هو سحب معاك سهم بالمنظر ده، يبقى انا هتك كنترول واسحب. طيب بعد كده المفروض انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل سامينج بوينت، يبقى انا المفروض هجيب هنا هعمل سم، والسم بتاعتي ديت انا مش عايزها الاثنين يكونوا موجب بالمنظر ده، لا انا عايز بالنسبه لي الفيدباك يكون السيجنال بتاعته بالسالب بحيث ان هو يطرح الايرور، والانبوت بتاعي يكون السيجنال بتاعته بالموجب. يبقى انا كده هعمله ايه؟ بلس ماينس، وبعد كده اعمل ابلاي. طيب فانا هشيل بقى السهم ده واحط بالنسبه لنا السم بالمنظر ده كده، ويبقى انا كده اعتبر عملت كلوز لوب سيستم بالنسبه لي. طيب احنا كنا بنعمل ايه الترم اللي فات؟ كنا على طول بنجيب، انا عايز اجيب مثلا الريسبونس تايم بتاع السيستم ده، فكنت بعمل ران وخلاص، ويبدا ان هو بعد ما اعمل ران وهتك دبل كليك على السكوب، هلاقي ان السيستم بتاعي ظهر بالمنظر دوت. مظبوط. بس لو خدنا بالنا الانبوت بتاعنا اصلا انا عايز اظهره كمان، عايز ابين الانبوت عشان نحس بالفرق بتاع الريسبونس اللي هو الاوتبوت مع الانبوت. فانا هعمل ايه؟ ممكن اسحب برده سهم كده من عند الانبوت بالمنظر ده، واقوم موصله هنا كده في السكوب زي ما انا كاني ايه بسحبها في السكوب. دي كده بالنسبه لنا ايه طريقه. طيب في طريقه تانية ان انا ممكن اعمل ايه؟ اجي كده قبل السكوب ده وبعمل حاجه اسمها بكتب بلوك اسمه ماكس دوت، المفروض ان هو بيجمع التو سيجنالز مع بعضها، وممكن يبقى فيه اكتر من سيجنال طبعا، وبيجمعها لي بحيث ان هو يظهرها لي كلها في سيجنال ايه؟ في سيجنال واحد. فانا هقوم موصل بالنسبه لنا واحد هنا كده، وهجيب خلاص ده بالنسبه لي بقى خليه يكون لي انبوت واحد كده. انا يعتبر ايه؟ يعتبر برضو عملت نفس الفكره اللي انا عملتها، ان انا يعتبر سحبت، بدل ما اسحب سيجنال على طول وادخلها في السكوب، ممكن اعملها بالمنظر دوت بحيث ان انا اجمع السيجنالز زي ما انت تحب، وممكن ليك كذا طريقه. هعمل برضو نفس الفكره، هعمل ران وهعمل دبل كليك على السكوب،
بص كده هتلاقي في فرق كبير قوي بين الريسبونس اللي هو الاوتبوت بتاعي والانبوت بتاعي. فدي بقى يجي الدور بتاع الكنترولر، وان احنا نعمل ديزاين للكنترولر زي ما احنا كنا المفروض اشتغلنا قبل كده في البي اي دي وفي الكومبنسيتور. فاحنا النهارده ان شاء الله زي ما قلنا هنتكلم على البي اي دي بس. طيب عشان انا بقى ابدا ان انا اعمل ديزاين للبي اي دي، هبدا ان انا دلوقتي ادخل البارامترز بتاعتي. طيب هي اصلا معادله البي اي دي كانت ايه؟ خلينا نفتكرها كده مع بعض. معادله البي اي دي لما احنا اتكلمنا عليها وشرحناها في السكشن، كانت الجي سي اوف اس كانت عباره عن الكي بي زائد الكي اي في 1 على اس زائد الكي دي في اس. وقلنا ان احنا ممكن نشيل الكي اي والكي دي ديت ونحطها بدلاله حاجه ثانيه اللي هي الكي بي في 1 زائد 1 على التي اي اس زائد التي دي اس. وقلنا ان التي دي بالنسبه لنا هي عباره عن حاصل ضرب الكي دي في الكي بي، والتي اي دي عباره عن القسمه بين الكي اي والكي بي. طيب انا اللي يهمني دلوقتي في المعادله اللي في الماتلاب هي المعادله دي اللي انا كتبتها لك في الاول دي. ليه؟ لان هو بيبقى طالب منك او بيعمل لك تونينج او بيحل لك البارامترز عن طريق المعادله دي. يبقى انت دلوقتي احنا لو جينا فكرنا وحبينا ان احنا نعملها ترايل اند ايرور، انا دلوقتي مش هشتغل بالطريقه بتاعه الماتلاب، هشتغل كاني بعملها ترايل اند ايرور بحيث ان انا بس اشوف الايفكت بتاع كل واحد في البارامترز دي. هجرب كل بارامتر لوحده كاني بالظبط مره بعمل بي كنترولر ومره بعمل بي اي ومره بعمل بي دي ومره بعمل بي اي دي، بحيث ان انت تشوف كل تاثير كل كنترولر منهم عامل ازاي. طيب لو احنا حبينا ان احنا نحط الترانسفير فانكشن دي في صوره بلوكس، كنا بنعملها ازاي؟ كنا بنعتبر ان انا دلوقتي عندي هنا جين اهو بالمنظر ده وقيمته كي بي ومجموع عليه، يبقى انا اكيد في عندي سامينج بوينت هتتجمع عليه في الاخر. هنا كده عندي سامينج بوينت بالمنظر ده مثلا 3 كده بالبلس، ومجموع عليها من الناحيه الثانيه الكي اي في 1 على اس. فانا ممكن اعمل ايه؟ اعمل جين يخص الكي اي واقوم ضربه في الانتجريتور بتاعي اللي هو البلوك اللي هو عباره عن 1 على اس، واقوم ايه ضربهم في بعض وموصلهم كده بالسم الثانيه. في الثالثه انا عندي يعتبر جين قيمته الكي دي مضروب في الاس ومجموع عليه في الاخر خالص، وكل دوت المفروض داخل له سيجنال واحده اللي هي السيجنال اللي جايه من الفيدباك بتاعه السامينج بوينت اللي انا كنت حاططها اللي هي بالنسبه لي الايرور سيجنال اللي هي الاي اس. والخارج بتاع اللي هو جي سي اوف اس دوت كان المفروض ان هو كنترول سيجنال. طيب تعالوا نوضح حوار اللي هو الاي اس واليو اس ده. احنا لما كنا بنرسم الجي سي اوف اس اللي هو الكنترولر بتاعي وكنا بنوصله بالجي اوف اس، كان بالنسبه لي ده كده الاوتبوت خلاص، وانا باخد فيدباك سيجنال كده، وفي عندي هنا سامينج بوينت بالمنظر ده ودي بالسالب ودي بالموجب زي ما احنا عارفين. ده الانبوت بتاعنا مثلا وده كده هو الاوتبوت بتاعي. طيب ده كده بالنسبه لنا البلوك الكبير اللي احنا رسمناه ده هو بالنسبه لي هو مين؟ هو البلوك الصغير ده. طيب البلوك الصغير ده كان الانبوت بتاعه هو الايرور سيجنال والاوتبوت بتاعه هو الايه؟ الكنترول سيجنال. فدوت بالظبط اللي انا رسمته. فاحنا هنعمل كده، انا دلوقتي هرسم البلوكات دي كلها وهنبدا ان احنا نشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. يبقى انا دلوقتي عايز اطبق البلوكات اللي انا رسمتها فوق دي. خلينا بس ايه نبعد كده شويه الجزء ده. خلينا بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هنكتب جين عادي. الجين دوت اللي هو عباره عن اللي هو الكي اي والكي بي والكي دي. فانا دلوقتي هعمل 3 جين، والثلاثه جين دولت المفروض انا عندي مثلا ده بالنسبه لي اللي هو بيمثل الكي بي، وده كده بالنسبه لنا هو اللي بيمثل الكي اي، وده كده بالنسبه لي اللي هيمثل مثلا الكي دي. طبعا انت مش مطلوب منك مثلا لو احنا طلبنا مثلا بعد كده كويز او ريبورت انت تكتب البارامترز دي على حسب، مثلا لو هو كويز هيبقى الوقت ضيق شويه، لو ريبورت ايه ممكن تبقى تكتبها. طيب المفروض الكي بي على طول متوصل بالسيجنال بتاعتي هنا دي الايرور سيجنال، فانا المفروض نوصل الايرور سيجنال دي المفروض هوصلها بالثلاثه دول بالمنظر ده كده. طيب بعد كده المفروض انا عندي بقى هجيب سامينج بوينت هنا وهبدا ان انا اجمع السيجنالز دي كلها. فانا ممكن اعملها على شكل بدل ما هي راوند اعملها على شكل ريكتانجولر، والمفروض السيجنالز دي كلها بالنسبه لي بتتجمع على بعضها. فانا هعمل 3 بلس كده بحيث ان هي تبقى بالنسبه لي بالمنظر ده. هكبر دي شويه كده بحيث انها تبقى واضحه. انا عندي الكي بي على طول هوصله مع اول واحد،
والكي اي المفروض ان هو مضروب في ايه؟ في الانتجريتور او في 1 على اس. فانا دلوقتي هكتب انتجريتور هيقوم جايب لي على طول 1 على اس، وهقوم موصله مع الجزء الثاني. والجزء الثالث اللي هو بالنسبه لي الديريفاتيف، اللي هو بالنسبه لنا هتلاقيه ان هو كاتبه لي في صوره التايم دومين، بس اكشولي هو لما يجي يحلها بيحلها عادي في الايه؟ في الاس دومين. خلينا نفتحها كده. بص كده لما اجي افتحها، هو بالنسبه له كترانسفير فانكشن احنا طبعا كنا متعلمين وعارفين ان الترانسفير فانكشن دايما بيكون المقام، درجه المقام دايما لازم تكون اكبر من درجه الايه؟ البسط. طيب هو بالنسبه لي دلوقتي الديريفاتيف يعني اس، فكده كانها بالنسبه لي لو كتبت ترانسفير فانكشن، لو جيت عملت في السيرش في ترانسفير فانكشن في الماتلاب عشان تكتب الديريفاتيف اللي هو اس، مش هتلاقيه ان هو بيكتبها لك، هتلاقيه ان هو بيطلع لك ايرور. ليه؟ لان انت كده كأنك بتعمل ترانسفير فانكشن البسط بتاعها درجته اعلى من درجه الايه؟ المقام. فهي بتتكتب ازاي؟ انت لو خدت بالك كده البارامترز دي، هو عشان يكتبها في الترانسفير فانكشن بيكتبها في الصوره اللي تحت دي. خلينا نوضحها هنا كده. طب بص كده هتلاقيه كاتب لك هنا الكوفيشنت سي ان ترانسفير فانكشن ابروكسيميشن، وكاتب لك الترانسفير فانكشن بتاعت مين؟ الديريفاتيف. كاتبها ازاي؟ اس على سي في اس زائد الواحد، وقايل لك ان السي دوت عباره عن كوفيشنت، والكوفيشنت ده قيمته بايه؟ بانفينيتي. فلما تكون قيمه الاس السي دي بانفينيتي، فكأن دوت بالنسبه لي قيمته كلها كانها مش موجوده بالنسبه لنا. تمام؟ فكده بالنسبه لي هتبقى القيمه ديت كده ايه؟ كانها هي الاس بالظبط لو انا بعمل لينيرايزيشن ليها يعني. طيب يبقى احنا كده يعتبر عملت الكي بي والكي اي والكي دي. دلوقتي انا عايز اجيب تاثير كل واحد فيهم، فعشان اجيب تاثير كل واحد فيهم هحط الجينز بس بتاعه الكي اي والكي دي بصفار. ليه؟ عشان انا عايز اشوف تاثير بس الكي بي لوحده، عايز اجيب كاني بعمل بروبورشنال كنترولر. فانا بالنسبه لي عايز اشوف التاثير بتاع الكي بي لوحده، وعايز اشوف الشكل بتاعي هيبقى عامل ازاي. وهنمسح بس الجزء ده، انا عايز بس اجيب ايه؟ تاثير ده لوحده وده لوحده، بحيث ان انتوا تبقوا شايفينها بس. خلينا كده نعمل رن لده ونعمل رن لده. هعملها بس في صوره سيجنال بحيث ان انتوا تشوفوا كل سيجنال شكلها عامل ازاي. فانا مثلا هحط سيجنال هنا، وهحط سيجنال هنا عند الاوتبوت على طول. تمام؟ انت بتعمل لوك سيجنال بس. وهاجي هنا برضو هحط سيجنال في الجزء ده، وهعمل رن كده، اتك على الداتا انسبكتور. ده المفروض كده السيستم بتاعي قبل ما اعمل الجزء اللي هو بتاع مين؟ بتاع البروبورشنال. وبعد ما عملت البروبورشنال، ليه؟ لان انا عندي هنا البروبورشنال قيمته بكام؟ قيمته هنا المفروض ان هي بواحد. فانا دلوقتي هبدا ان انا ازود القيمه بتاعه البروبورشنال كنترولر دي شويه، بحيث ان هي يديني الافكت بتاعها. فسي مثلا انا هحطها مثلا الاول ب50، واشوف شكل السيستم بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي. طيب بصوا كده الشكل بتاعنا بقى عامل ازاي. هتلاقي ان السيستم بتاعي حصل فيه ايه؟ حصل يعتبر الاوسيليشن كبرت قوي. لو خدنا بالنا الاوسيليشن بالنسبه لنا كبرت قوي، بس ايه اللي حصل؟ الستيدي ستيت ايرور قل جدا، وده التاثير يعتبر بتاع الكي بي. يعني المفروض هنا لو خدنا قطعنا كده الرسمه دي وشرحنا عليها كده، المفروض ان احنا اتكلمنا عن الكلام ده في السكشن، بس هنقوله كده بشكل سريع بحيث ان انتوا بس تبقوا ايه؟ فاهمين الكلام دوت قدام عينيكم دلوقتي. ده كده المفروض السيستم بتاعي قبل ما اعمل له اي حاجه، ده مجرد بس السيستم بتاعي. طب هنا يعتبر السيستم بتاعنا بس ضفت عليه بروبورشنال كنترولر، وكان قيمه البروبورشنال كنترولر ده كانت قيمه الكي بي بتاعتي بكام؟ ب50. فلما زودت قيمه البروبورشنال كنترولر بقيمه معينه، ايه اللي حصل؟ المفروض ان السيستم بتاعي كانت الستيدي ستيت ايرور بتاعته في الحاله دي القيمه دي كلها. طب هنا الستيدي ستيت ايرور بتاعي قل جدا، بقى قيمته صغيره. يبقى انا كده بالنسبه لنا في الكي بي اللي هو التاثير بقى بتاع البي او البروبورشنال كنترولر بالنسبه للاي اس اس، تمام؟ ان هو هيعمل ايه؟ هيقللها لما اجي ازود مين؟ لما اجي ازود البروبورشنال كنترولر. طب بالنسبه للريسبونس، المفروض ان السيستم بتاعنا وصل لقيمه الانبوت امتى؟ وصل لقيمه الانبوت في زمن قليل، اللي هو الرايس تايم بتاعي بالنسبه لنا كان ايه؟ كان قليل بالنسبه لنا. فكده معناها ايه؟ معناها ان دلوقتي ان الريسبونس بتاعنا فاست لما اجي ازود الجزء بتاع اللي هو البروبورشنال كنترولر. وايه اللي زاد عندي كمان؟ الاوسيليشنز اللي موجوده عندي اللي اتكونت دي، او تكوين الاوفر شوت بالنسبه لنا ايه اللي حصل فيه؟ زاد. يبقى انا بالنسبه لي الجزء بتاع الاوسيليشن ده زاد، وبالتالي برضو اتكون عندي هنا ايه؟ اوفر شوت قيمته بالمنظر دوت اللي هو الام بي ده. طيب قيمه ايه كمان؟ قيمه برضو السيتلينج تايم بالنسبه لنا يعتبر قلت شويه او ما اتاثرتش قوي.
يعني في الغالب السيتلينج تايم انت ممكن تقول ان هي ايه بالنسبه لك ايه محايده، ما اتاثرتش قوي، تمام، او انها قلت ايه حاجات بسيطه. ده كده يعتبر هو تاثير مين؟ تاثير اللي هو البي كنترولر او البروبورشنال كنترولر بس. طب لما انا اجي ازود اكتر، انا دلوقتي يعتبر زودت هنا في الجزء بتاع اللي هو ده، لما اجي ازود بقى اكتر، بدل ما هي مثلا قيمه البروبورشنال كنترولر ده كان ب 50 اخليها مثلا ب 100، هضاعفها اكتر. بعد ما عملنا ران نتك على تاني، بص كده القيمه بتاعتي، القيمه بتاعه الجزء بتاعنا ده كبرت اكتر. لو لاحظنا هنا هتلاقوا ان القيمه بتاعه اكبر اوفر شوت وصلت لكام؟ اكبر قيمه للجزء بتاعنا وصلت تقريبا لواحد وسبعة من عشرة تقريبا. لو عايزين نظبط بس ديت كده، احنا قلنا ان احنا هنصغر الستيب بتاعتنا. نخش بس كده على الجزء بتاع الموديلنج، نجيب الموديل سيتنج دي ونقلل الفاليو بتاعتنا او الستيب فاليو بتاعتنا. ممكن نخليها فيكسد ونخليها 1/1000 او 1/10,000، مش هتفرق. ده كده المفروض ان ايه شكلها ظبط شويه، الاوسيليشنز بتاعتي زي ايه شكلها اتظبط شويه. طيب لو جينا بقى كبرنا اكتر وخلينا القيمه بتاعتي مثلا ب 200، ايه اللي حصل هنا؟ قيمه الاوفر شوت قاعده تكبر اكتر واكتر، الاوسيليشن بدات تزيد اكتر بكتير، والقيمه بتاعت السيستم نفسه حتى لما يجي يوصل للجزء بتاع الستيت ستيت اللي موجود عندي هنا، هتلاقي برده في ايه في تعريجات كده بسيطه، بحيث ان هو ايه برده لسه ايه لسه ما استقرش قوي، او الاوسيليشنز بتاعتي برده حتى موجوده في الجزء بتاع الستيت ستيت. الستيت ستيت ايرور نفسه، الايرور نفسه قل جدا، بس برده الاوسيليشنز بتاعتي زادت قوي. فمن هنا احنا كنا بنعمل ايه؟ بنزود بقى البارامتر الجديد اللي هو الاي كنترولر، اللي هو الجزء بتاع اللي هو البي اي كنترولر، بحيث ان انا هضيف الانتجريتور بحيث ان هو يشيل بس الجزء بتاع الستيت ستيت ايرور دوت، انا عايز اخليه تقريبا بصفر. فانا خلاص مثلا هستقر ان الاوسيليشنز بتاعتي خلاص بقت تقريبا عند 1.8 او 1.75%، اللي هو اكبر قيمه ليها، والستيت ستيت ايرور بتاعي بقيمه صغيره، ممكن نقول مثلا ب1 او 2 على حسب الرسمه اللي عندنا. لا ده يعتبر كمان 5% او 6%، فاحنا عايزين نشيلها خالص ما تبقاش موجوده. فانا هبدا ان انا اشغل الكي اي، وابدا ان انا مثلا احط له قيمه مثلا زي مثلا احطها بقيمه 1 دلوقتي، مجرد بس ان انا حطيت بس انتجريتور وخلاص، يعني حتى ما ضربتش الانتجريتور ده في رقم، انا بس ايه يا دوب حاطط بس 1 على اس للسيستم، زودت بس الاوردر بتاع السيستم او المقام بتاع الاوردر بتاع السيستم بتاعنا. لو جينا شفنا كده هنلاقي ان التاثير بتاعنا مش ظاهر قوي او لسه ما بانش قوي، فخلينا نزود القيمه بتاعه الكي اي، نخليها بس ب5 كده، نعمل ابلاي. لو لاحظنا هنا هتلاقي ان السيستم بتاعي بدا ان هو يوصل لمرحله الستيدي ستيت في الاخر، وان الخط بتاعي بدا يظبط، بس برضو اوريدي لسه في ستيدي ستيت ايرور قيمتها صغيره جدا. فانت كل ما تيجي تزود الاي كل ما هتزود الجزء بتاع الستيدي ستيت ايرور. يعني مثلا انا هفترض ان انا هخلي الكي بي دلوقتي على 100، واخلي مثلا الكي اي دلوقتي مثلا ب10، وابدا اشوف التاثير بتاعي هيفرق كتير ولا لا. بصوا كده يا شباب، التاثير بالنسبه لنا تقريبا نفس الاتيتيود، بس الاوسيليشنز بتاعتي قللتها شويه لان انا نزلت قيمه البروبورشنال كنترولر، بس ستيل موجوده. ونفس الفكره الاي كنترولر اصلا يعتبر زودها شويه، يعني لما كانت الكي بي ب50 لو تفتكروا كانت قيمه الام الاوفر شوت تقريبا ب1.4 1.5، البي اي زودها شويه وصلها ل1.6، بس قلل الستيت ستيت ايرور جدا. لما كنت حاطط البروبورشن كنترولر لوحده بس قيمته ب50 كانت الستيت ستيت ايرور كبيره شويه. طب لو جينا بقى في الاخر بقى ان انا دلوقتي مثلا هجيب الديريفاتيف، هضيف بقى الديريفاتيف دلوقتي، انا كده يعتبر استخدمت البي اي، فاللي حصل ان انا قللت الستيت ستيت ايرور جدا، خليت قيمته صغيره جدا، وثيوريتيكالي انا ممكن اعتبر القيمه ديت بكام؟ بصفر. يعني دلوقتي يعتبر الاي كنترولر يعتبر لما اجي ازوده هيزود الريسبونس بتاعي، هيفضل زي ما هو فاست لما اجي استخدم الاثنين دول مع بعض، الاوسيليشنز بتاعتي هتزيد اكتر، التي اس بالنسبه لنا هيقل، والستيت ستيت ايرور هتقل خالص، وتبدا توصل تقريبا لقيمه مين؟ لقيمه الصفر. في الديريفاتيف لما اجي اضيف بقى اللي هو كي دي واحطه بقيمه، وزي مثلا هخلي قيمته مثلا ب2 واعمل ابلاي، احنا كانت بالنسبه لنا الاوسيليشن وصلت ل1.6 على القيم على البارامترز دي.
فاحنا دلوقتي هنشوف مثلا الاوسيليشنز هتوصل لكام. بص كده الاوسيليشنز ايه اللي حصل فيها، عددها قل بدل ما هي كانت كتير، لا هو عددها قل، وفي نفس الوقت الاوفر شوت بتاعي بدل ما كان 1.6 وصل ل 6 اللي هو 60%، لا هو نزل وصل تقريبا ل 36%. فانا كده قللت الاوفر شوت لما زودت القيمه بتاعه البارامتر بتاعي اللي هو الدي كنترولر. طيب هل احنا بقى هنفضل ان احنا كل شويه نجرب في البارامترز دي، كل شويه نكتب رقم نظبط البي وبعد كده نظبط الاي وبعد كده نظبط الدي؟ مش كل شويه هنعمل كده. انت ممكن تظبط، تجيب مثلا في مساله من المسائل اللي انت استخدمتها اللي هو بتاعه الزيجلر نيكولز، وتبدا ان انت تحط البارامترز المانيوال اللي انت حسبتها وتشوف شكلها هيبقى عامل ازاي بعد ما حطيتها على السيستم قبل وبعد، اللي هو شكل الريسبونس قبل وشكل الريسبونس بعد. الماتلاب بقى المفروض بيعمل تيوننج للبي اي دي ازاي؟ بالنسبه لنا البلوك الكبير ده كده كله احنا قلنا كانه هو بيمثل مين؟ بيمثل الجي سي اوف اس. يعني لو خدناه كده كانه هو بالنسبه لي سب سيستم، فده كده بالنسبه لنا هو السب سيستم بتاعنا اللي هو كانه بيمثل مين؟ كانه بيمثل البي اي دي كنترولر كده بالنسبه لي في الحاله دي. طيب انا بدل ما اعمل البلوك الكبير اللي انتوا شايفينه جوه دوت اللي هو ليه انبوت واوتبوت معينين، بدل ما اعمله بالشكل ده ممكن اجيب البلوك ده، بلوك اسمه ايه بقى؟ بلوك اسمه بي اي دي كنترولر اللي هو موجود عندنا تاني واحد ده. هتك عليه كده هتلاقي ظهر عندي الايه الجزء بتاع البي اي دي. لو جينا ان احنا حبيناه مثلا نحطه على الرسمه اللي موجوده تحت دي هنا كده، لو عملنا عليه دبل كليك انا دلوقتي يعتبر حطيت ايه؟ حطيت اللي هو الكنترولر بتاعي بي اي دي اللي هو موجود في الماتلاب، اللي هي اللايبراري اللي موجوده في الماتلاب. هعمل عليها دبل كليك وانا بفتحها كده هتلاقي ان هو جايب لك ايه؟ جايب لك نوع الكنترولر اللي انت عايز تستخدمه، هل هو بي اي دي ولا بي اي ولا بي دي ولا بي ولا بي ولا اي ولا والى اخره. فاحنا طبعا بنستخدم البي اي دي. هتلاقي الجزء بتاع الدومين هو هل هو كونتينوس ولا هو ديسكريت تايم. الناس طبعا اللي هي خدت الديجيتال عارفه الديسكريت تايم كويس وممكن تطبق البي اي دي في الديسكريت تايم عادي خالص. احنا طبعا دلوقتي شغالين كونتينوس بالنسبه لنا في التحكم، فاحنا كل شغلنا هيبقى كونتينوس، فانا حاسبها زي ما هي كونتينوس. هتلاقي بعد كده كاتب لك الفورمولا بتاعه الايه؟ البي اي دي اللي هي المعادله بتاعه البي اي دي اللي احنا كنا بنكتبها. لو جينا بصينا عليها كده وقارناها باللي احنا بناخدها عندنا في المنهج، دي كده المعادله اللي هو المفروض كاتبها لي في الماتلاب، والمعادله اللي احنا المفروض عارفينها اللي هي كي بي بلس الكي اي في 1 على اس بلس الكي دي في اس. لو خدنا بالنا كده هتلاقي ان البي هي كانها هي مين؟ الكي بي، والاي هي بالنسبه لي هي الكي اي، والدي هي بالنسبه لي هي مين؟ الكي دي. طب هنا 1 على اس زي ما هي نزلت 1 على اس، طب الاس دي هو عامل لي هنا ايه؟ كاتب لي هنا ارقام غريبه كده. ايه هي بقى الجزء دوت؟ نفهمه ازاي؟ لو جينا خلينا المعادله دي ضربنا المعادله دي كلها كده اللي هو دي كده كلها خدتها كده ضربتها فوق وتحت في اس، فلما اضربها كاني خدت المعادله دي عملت فوق في اس وتحت في اس، وخدت الاس ديت مع مين؟ مع الدي كده، يعني كتبتها دي في اس، فانا كده يعتبر ايه؟ عملتها فوق، هيتبقى لي فوق هنا ايه؟ الان زي ما هي، وتحت هضرب الاس دي في المقام اللي موجود عندي هنا، فهيتبقى عندي ايه؟ اس زائد الان. ده كده الشكل بتاع مين؟ الدي اس دوت هو كانه الكي دي في الاس. طب الجزء بقى اللي هو بتاع الان على اس زائد ان ده بنسميه لو باس فلتر. طيب انا بستخدم لو باس فلتر في الجزء ده. احنا عندنا الديريفاتيف هو اللي بيعمله ايه؟ بيقلل الاوسيليشنز. يعني لو جينا شفنا التاثير بتاع الديريفاتيف هنا كده، لما اجي ازود الديريفاتيف هنا هيخلي لي برده الريسبونس بتاعتي هتبطأ شويه، يعني تقريبا مش هيأثر عليها قوي او هتبقى بطيئه شويه، تمام؟ والاوسيليشنز بتاعتي هتقل، والاوفر شوت بتاعي هيقل كذلك، والسيتلينج تايم برده بالنسبه لي مش هيتاثر، وكذلك برده الستيدي ستيت ايرور بالنسبه لي مش هيتاثر. فهو بالنسبه لنا هو اهم حاجه ان هو هيقلل مين؟ الاوسيليشنز. فهو تقليل الاوسيليشنز دي هيتاثر بالنويز جامد، فانت بالنسبه لك عايز تعمل ايه؟ عايز تضيف له فلتر، واشهر نوع بالنسبه لك انت بتضيف له اللو باس فلتر. طيب اللو باس فلتر اللي احنا كتبناه ده كده يعتبر الترانسفير فانكشن بتاعته، والان اللي انا كاتبها في اللو باس فلتر دي ده الفلتر كوفيشنت بتاعي. والفلتر كوفيشنت ده انت بتظبطه بقى، تخلي قيمته على 100 اللي هو اقصى قيمه بالنسبه للكوفيشنت بتاع الفلتر ده تكون 100 مثلا، تخلي قيمته مثلا ب 50 وهكذا. فهو في الماتلاب بيخلي لك القيمه باي ديفولت بايه؟ ب 100. فانت هفترض ان انت مش هتيجي عندها وهتشتغل على طول كأن انت بالنسبه لك الفلتر كوفيشنت الان دوت هو زي ما هو ب 100. فانا بالنسبه لي مين اللي يهمني؟ اللي هو البروبورشنال اللي هي البي اي، والانتجرال اللي هو الاي، والديريفاتيف اللي هو الدي. انت هنا عندك حريه ان انت تقعد تظبط في البارامترز. يعني اللي انا كنت بعمله ان انا مثلا هحط مثلا الكي بي ب 50، هحط مثلا الانتجرال دوت هحطه مثلا ب 10،
وهحط دوت مثلا بكام، ب2 زي ما انا عملت، وهعمل ابلاي وهتك اوكي، وهبدا ان انا اعمل ران للسيستم التاني دوت بالنسبه لنا. هتلاقي المفروض ان هو بيديك نفس الاتيتيود ونفس كل حاجه زي ما انا عملته بالظبط. هتلاقي تقريبا هو نفس الايه، نفس الاتيتيود ونفس نفس يعتبر الريسبونس بتاعي، مفيش فيه اي فرق. طيب انا دلوقتي بقى بالنسبه لنا اكيد برضو البلوك اللي انا عملته ده اكيد مش كل شويه هقعد اظبط في الارقام، ما هي بالظبط زي ما عملت مين، زي ما عملت بالظبط في البلوك اللي موجود عندي هنا ايه فوق هنا. فانا بالنسبه لنا هعمل ايه، هتك تاني على الدبل كليك دي، وهبدا ان انا ابص تحت. هتلاقي في حاجه اسمها اوتوميتد تيوننج. الاوتوميتد تيوننج بالنسبه لنا ان هو بالنسبه له من نفسه كده بيجيب لك افضل قيم للبارامترز اللي هي بتتوافق مع السيستم اللي انت دخلته، اللي هو ايه، اللي هو الترانسفير فانكشن اللي انت دخلتها، اللي هي 1 على اس تربيع زائد 2 اس زائد 3 دي. فهو هيحاول ان هو يعمل لك تيوننج باحسن بارامترز تخص مين، تخص السيستم اللي انت دخلته ده. غيرت في السيستم هتلاقي البارامترز بتختلف على حسب برضو السيستم اللي انت دخلته. طب انا هعمل ايه، هتيجي هنا في الجزء اللي في الجنب ده، انت طبعا بتعمل لمين، بتعمل الترانسفير فانكشن. في طبعا الجزء الثاني اللي هو بتاع الفريكوانسي ريسبونس ده. الفريكوانسي ريسبونس يعني المفروض الدكتور هيشرحه ان شاء الله بعد الميد تيرم، فلو شرحه ممكن نبقى نشتغل عليه. تمام، احنا برضو بنشتغل دلوقتي على مين، على الترانسفير فانكشن بيزد. فانا هعمل تون للجزء بتاع الترانسفير فانكشن بيزد واتك على تون بس، هتلاقيه فتح لك بيج جديده ولايبراري جديده خالص، وهيبدا ان هو يديك الريسبونس قبل والريسبونس بعد. بصوا كده يا شباب، لما فتحتها جاب لي الريسبونس قبل والريسبونس بعد. طب انا اعرفها ازاي؟ هتلاقي البلوك ريسبونس اللي هي بالداش اللي مرسومه دي، ده كده المفروض شكل الريسبونس بالنسبه لي قبل ما اعمل ايه، اعمل التوننج. تمام، طيب التوننج بالنسبه لنا ده التوننج ريسبونس، ده احسن شكل للسيستم بتاعي اقدر ان انا اوصل له. طب انا دلوقتي هجيب البارامترز منين؟ هتلاقي فوق هنا جنب الجزء اللي هو ابديت بلوك ده هتلاقي مكتوب حاجه اسمها شو بارامترز. لو جيت اتكيت على شو بارامترز كده هتلاقيه جايب لك كل البارامتر، جايب لك قيمه الكي بي اللي هي التوننج ب6، والقيمه اللي انت كنت حاططها في الاول ب50 ده القيمه بتاعتك. تمام، والاي كنترولر ب6 وشويه، والقيمه اللي انت كنت حاططها كانت بكام، ب10، والدي ب1.5 تقريبا، والقيمه اللي انت كنت حاططها ب2، والفلتر كوفيشنت جايبه لك تقريبا ب300، وانت اللي انت كنت حاطه ب100. فهو كده ظبط لك انسب قيم للبارامترز اللي انت تحطها في البي اي دي كنترولر. يبقى انت كده يعتبر عملت ديزاين للكنترولر بتاعك، جبت البارامترز بتاعتك. هتلاقي كمان ايه بقى، انت مثلا دلوقتي في مساله من المسائل، زي مثلا كانت المساله بيقول لك ان هو عايز مثلا السيتلينج تايم مثلا ما يكونش اكبر من ثانيتين، الاوفر شوت ما يكونش اكبر من 10% او 20%. فهتلاقي تحت هنا جايب لك البرفورمانس بتاعه الريسبونس بتاعنا، جايب لك الرايس تايم قيمته ب 65% ثانيه، ده في التونينج. في البلوك هو كان اسرع بس هكون اوسيليشنز، يعني ده كده بالنسبه لك في التونينج هو جايبه لك من حيث ان هو ما يكونش اوسيليشنز، تبقى الاوسيليشنز بتاعتك تقريبا ما تكونش موجوده. السيتلينج تايم هنا اقل اكتر من القيمه بتاعه البلوك اللي انت حاططها، السيتلينج تايم تقريبا ب3 ثواني، الاوفر شوت ب 3% بدل ما هو كان 38%، والبيك اللي هو اللي يقصد بيه اللي هو الجزء بتاع اللي هو البيك تايم هنا بثانيه وهنا بثانيه و38. الجزء اسف البيك اللي هو اكبر قيمه عندي هنا، اللي هي اكبر قيمه عندي في الجزء بتاع الامبليتيود اللي موجود فوق ده ب 1.38، وهنا ب 1.3 والجزء بتاع الجين مارجن والفيز مارجن ده ان شاء الله لو شرحنا الفريكوانسي هتعرفوه، يعني خلوه دلوقتي للجزء بتاع الفريكوانسي دومين. وطبعا جايب لك بقى الاستابيليتي بتاعت السيستم، طبعا هو ستيبل سواء في الحاله دي او في الحاله دي. انت طبعا ممكن تطبق كل الكلام ده على اي سيستم موجود عندك في الشيتات، سواء كانت البي اي دي او الكومبنسيتور. ما هو كل الشيتات اللي حتى الشيت بتاعي اللي هو الكومبنسيتور ده بدل ما هتستخدم كومبنسيتور هتستخدم بي اي دي، فانت برضو خد الترانسفير فانكشن وطبق عليها. تمام، فضروري قوي انت تطبق على الجزئيه دي. طب في حبه حاجات بقى تانية ممكن نظبطها. بص كده فوق هتلاقي في حاجه اسمها الريسبونس تايم، وحاجه تحت هنا اللي هو الجزء بتاع الترانزيانت بيهيفير. الريسبونس تايم انا عايزه يبقى سريع ولا عايزه يبقى بطيء؟ لو انا عايزه يبقى سريع زي الرسمه بتاعه البلوك كده، فانا هحاول ان انا ازودها للفاستر. هتلاقي شكل السيستم بتاعي بقى عامل ازاي، بقى اسرع بكتير وعدل التوننج. يعني لو جيت فتحت البارامترز هتلاقي الشكل بتاع البارامترز بتاعتي بتاعه البي والاي والدي اختلف تماما. ليه؟ عشان انا يعتبر بس خليت السيستم بتاعي لا انا عايزه يبقى فاست ريسبونس، انا مش عايز الجزء بتاع الرايس تايم يكون ب3 ثواني زي ما هو كان عامله لي، لا انا عايزه مثلا بنص ثانيه زي ما هو طلع لي هنا كده.
اسف انا عايزه مثلا اللي هو بكام، بواحد من 10 ثانيه زي ما طلع لي هنا في الجزء بتاع التونينج، فانا كده يعتبر قللت الرايس تايم جامد. عايز مثلا السيتلينج تايم يبقى مثلا بنص بدل ما كان ب3 ثواني. تمام. الاوفر شوت حصل فيه ايه؟ لما زودت الريسبونس غصب عني الاوفر شوت لازم يزيد، لازم قيمه الاوفر شوت تزيد شويه. فهو من مزايا ان انت تخلي السيستم بتاعك يكون فاست ريسبونس، هتقلل رايس تايم، هتقلل سيتلينج تايم، بس في المقابل هتزود شويه اوفر شوت. فهو كل دوت على حسب الاتيتيود بتاع السيستم بتاعك. هل انت عايز السيستم بتاعك يوصل للستيدي ستيت مثلا بعد نص ثانيه زي الجزء ده، بس لما يجي يبدا في الستارتنج بتاعه هيحتاج باور زياده شويه بسبب الاوفر شوت ده؟ تمام. ولا انت السيستم بتاعك عايزه مثلا مش فارق يوصل للستيدي ستيت ايرور، يوصل حتى بعد 5 ثواني مش فارق معاك، بس اهم حاجه ما يبقاش فيه اوفر شوت خالص في السيستم. فهو على حسب ما انت بتعمل ديزاين للسيستم بتاعك. انت عايز الريسبونس بتاعك يكون سريع، تمام. عايزه يكون بطيء، تمام. انت برضو ممكن تعدل الرقم بتاع اللي هو ريسبونس، يعني انت عايزه عند قيمه معينه، عايزه مثلا عند قيمه 1 من 10، هتبدا انت تخليه عند 1 من 10، تمام. وهكذا. يعني انا دلوقتي قاعد اظبط القيم، والرقم اللي عندي هنا في الجنب هنا قاعد يتغير كل شويه مع مين؟ مع القيمه بتاعه الريسبونس. طب الجزء بتاع الترانزينت بيهيفير بقى معناها ايه؟ في الترانزينت بيهيفير اللي هو الجزء اللي هو بتاع، احنا عارفين طبعا ان الريسبونس تايم بيكون فيه جزء ترانزينت وجزء ايه؟ ستيدي ستيت. يعني اللي هو ايه، لو جينا ايه وضحناها بس كده على الرسم، انت المفروض كنت عارف مثلا ده عند السيتلينج تايم مثلا، دي مثلا ده كده قيمه مثلا السيتلينج تايم، عارف ان الجزء اللي على الشمال ده هو كله ترانزينت بالنسبه لك، والجزء دوت بالنسبه لك هو قيمه، هو الستيدي ستيت ريسبونس، وده كده ترانزينت ريسبونس او الترانزينت بيهيفير او الدايناميك بيهيفير. فهو هنا مسميه لك ايه؟ الترانزينت ايه؟ بيهيفير. فهو بيقول لك في الترانزينت بيهيفير ده، هل انت عايز السيستم بتاعك يكون اجريسيف ولا عايزه يكون روبوست؟ اجريسيف يعني ايه؟ اجريسيف هيكون شكله شكل اللي هو الرسمه الداشد دي، هيكون فيها حبه اوسيليشنز كتير. يعني الترانزينت بالنسبه لك القيمه بتاعه الاوسيليشنز فيها عاليه شويه، اللي هي بالنسبه لك بتكون عنيفه شويه. زي ايه مثلا؟ انت مثلا تخيل انت عندك عربيه وعربيه سباق، وانت عايز عربيه السباق دي تبدا من 0 ل 100، بس تبدا من 0 ل 100 في زمن قد ايه؟ في زمن 1 من 10. فهو طبعا من 0 ل 1 من 10 ثانيه دي، او من 0 لثانيه، حتى من 0 لثانيه هنفترض مثلا انها توصل من 0 ل 100، تعمل اكسلريتد يعني من 0 ل 100 في ظرف ثانيه واحده. فمن 0 ل 1 ده الجزء بتاع الترانزينت، بعد 1 هي خلاص بقت ب 100 وثابته على ال 100. فمن 0 ل 1 هي المفروض عملت نطت مره واحده، المفروض انها هتبقى ايه؟ مش هتبقى بصفر بقى ال 100 على طول، هتبقى بصفر ل 150، تنزل تاني تظبطها تبقى من 150 مثلا تنزل ل 50، بعد كده تطلع ل 120 تنزل ل 80، بعد كده تطلع مثلا ل 110 تنزل ل 90، بعد كده تطلع ل 100 تظبط بعد كده على ال 100. ده كل دوت مثلا هيحصل في قد ايه؟ في الثانيه اللي انت موجود فيها. كل دوت الكنترولر بتاعي قاعد يظبط فيها القيم بتاعتي، تمام، وبشكل كونتينيوس. طيب لو انت عايزه روبست يعني ايه؟ يعني انت مش فارق معاك، انت دلوقتي ماشي بالعربيه في الطريق، والعربيه مثلا انت عايزها توصل من 0 ل 100 في ظرف 10 ثواني، مش عايزها في ظرف ثانيه. فانت هتعمل ايه؟ هتبدا ان انت تبدا على الهادي، تاخد الغيار الاول في الثاني في الثالث في الرابع، وكل دوت على الهادي خالص وبالراحه. فايه اللي هيحصل؟ الجزء بتاع الترانزيانت مش هيبقى فيه اوسيليشنز كتير، ومش هيكون اجريسيف، مش هيكون قوي. فكأن انت بتبدا على الهادي. بص كده، كل ما ازود الروبست ايه اللي بيحصل؟ الجزء بتاع الاوسيليشن ده بيقل تماما، بيقل خالص. بس في المقابل اللي بيحصل السيتلينج تايم بتاعتي بتزيد. يعني بعد ما كانت نص، ايه اللي حصل فيها؟ بقت 2.7. بعد ما كانت السيتلينج تايم في الاول بنص، بقت 2.7. فايه اللي حصل؟ الترانزيانت زادت شويه. بس انا مش فارق معايا، انا السيستم بتاعي انا عايزه كده، انا مش فارق السيستم بتاعي هيبقى ايه عامل ازاي. طب انا عايز السيستم بتاعي يكون سريع، فهخليه اجريسيف. فهتلاقي ايه؟ هتلاقي ان هو الجزء بتاع الريسبونس تايم بقى عالي جدا، والاوفر شوت بالنسبه لي بقى عالي جدا. بس هو هيوصل بالنسبه لنا بعد كده في شكل ايه؟ اسرع شويه. فلو جبت البارامترز هتلاقي ان هو بالنسبه لنا شكله بقى عالي شويه. طب انا مثلا عايز ايه؟ اقلل البارامترز شويه، تقريبا بقى شكله كده. بس هتلاقي هنا الجزء بتاع السيتلينج تايم بقى ظبط معايا وقل عن كده. بدل ما كان 2.7 في الروبست، لا هو انا زودته خليته اجريسيف شويه. بس ايه اللي حصل؟ زودت الاوفر شوت بقى وصل ل 39%، والسيتلينج تايم بالنسبه لي وصل ل 8 ثانيه تقريبا، تمام. فهو قل شويه. طب انا مثلا ايه؟ هقلل الجزء بتاع اللي هو الاوفر شوت، اخليه مثلا قليل خالص بالمنظر ده. بس بالنسبه لنا في المقابل الاوفر شوت بالنسبه لنا هيبقى ب7%. هتلاقي السيتلينج تايم بالنسبه لك
بقى ب6/10. كل دوت بقى انت قاعد تظبط في السيستم، انت بتوصل لافضل نتيجه. طب هو الجزء اللي هو بتاع مين؟ بتاع اللي هو التوننج بتاع الماتلاب، هو بيحاول يجيب لك افضل اداء وافضل بيرفورمانس هتظبطه. انت بقى حابب ان انت تعدل وتعمل ابديت بقى في الجزء ده كله براحتك. وكل دوت في الاخر هتعمل شو بارامترز، وهتبدا ان انت تاخد البارامترز اللي هي اتظبطت دي واتعدلت تدخلها بعد كده على الكود بتاعك بقى. لما تيجي تطبق على الكنترولر بشكل براكتيكال هتدخل البارامترز اللي موجوده فوق دي على الكود بتاعك، بحيث ان انت بعد كده انت تشغل السيستم بتاعك مثلا ايا كان السيستم ده ايه هو. اتمنى يا شباب ان انتوا كده تكونوا استفدتوا من الجزئيه دي. بالتوفيق لكم ان شاء الله في خلال في امتحان الميد ترم. هتلاقوا بقى حاجات بسيطه بعد كده، ان انت مثلا عايز تعمل هنا الدومين بتاعك هنا التايم ولا الفريكوانسي. طبعا احنا شغالين على التايم دومين. الفريكوانسي زي ما قلنا الدكتور المفروض هيشرحه. وهتلاقي بعد كده في حبه اوبشنز. بعد كده انت مثلا عايز تعمل امبورت الداتا، عايز تعمل امبورت السيستم مثلا انت كاتبه على الام فايل زي ما احنا كنا بنكتب كده زمان. زي مثلا انت كتبت على الام فايل بلوك، فانت ممكن تعمل له امبورت. تمام. في حد عنده اي سؤال كده يا شباب؟